يمكنش اخوشي ما تسمعوش هاد القصه ديال هاد خونا هاد خونا عنده واحد القصه غريبه وعجيبه. خليكم مع الفيديو كامل، شوف وما تنسوش اللايكات اخوتي وتبعوا معايا هاد الفيديو هذا. الذي في الصورة اسمه شاو لينغ لي، منذ 30 سنة وهو يقدم طلب فيزا لأمريكا، لدرجة أنه صار معروفا لكل من بالسفارة، ورفض في كل مرة. قدم 15 طلبا للهجرة لكندا، لكن كل طلباته رفضت. قدم طلبا للانضمام للقوات البحرية الصينية ورفض. ثم بعد ذلك قدم طلبا في شركة برمجيات هو و124 شخصا، قبل منهم 122 ورفض 2 هو أحدهما. قدم ملفا للانخراط بالشرطة الصينية هو و21 شخصا، قبل 20 ورفض هو. لم ييأس وكافح، ففكر أن يدخل مجال التسويق الإلكتروني وأن ينشئ موقعا مثل أمازون. لكن المشكلة التي واجهته هي توفير رأس المال لتجسيد المشروع على أرض الواقع. وخمن ماذا؟ لم يستسلم وقرر التضحية برمز المحبة الذي بينه وبين زوجته، فقد قام ببيع ذهب زوجته. ليس هذا فقط، بل وقام بأخذ قرض من البنك بقيمة 250,000 دولار. وبعد سنين طويلة من العمل والكد والعناء، فشل الموقع وهو الآن في السجن.